السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. جميعا عم نتابع الاخبار والتصريحات والكلام والبرامج الرياضيه السعوديه المختصه بتغطيه اخبار الكره السعوديه ودوري روشن. كلياتنا بنعرف انه الدوري السعودي هو اقوى دوري عربي واسيوي، وعندنا كتير عدد من العرب عم يتابعوا هذا الدوري، وحتى القنوات الاجنبيه عم تتابع مباريات بنزيما ورونالدو بدوري روشن للامانه. فعنا يعني قنوات اجنبيه مخصصه او معلقين من القنوات الثمانية عم تنقل مباريات دوري روشن باللغات الأجنبية، وهذا الشيء معروف. فلذلك التصريحات والكلام حيكون كبير لهذا الموسم لدوري روشن وبشكل عام لبعد استقبال المملكة العربية السعودية لكأس العالم. هاي أول نقطة. ثاني نقطة إنه نحن في عنا أفضل اللاعبين بالعالم والنجوم السابقين بالقارة الأوروبية صاروا بالقارة آسيا بدوري روشن بالذات، فلذلك جميع الأنظار حتكون لدوري روشن بشكل دائم. النقطة الثانية والأهم، أي لاعب بيهدر ركلة جزاء، وهذا شيء طبيعي، ونحن متعودين بالبرامج الرياضية السعودية خلال السنوات الماضية والسنوات العديدة دائما يطلع عنا محللين، في منهم بحبوا عمر السومة، في منهم لا، في منهم مع الأهلي، مع الاتحاد، مع الشباب. نحن أكيد نحترمهم رياضيا ونحترم رأيهم، ما زال هو تحت سقف الاحترام لأي لاعب إن كان مع الأهلي، مع الاتحاد، مع العروبة، مع الهلال، مع الشباب، بغض النظر إن كان السومة أو غيره أو أي فريق تاني. لكن أكيد من سوء حظ اللاعب عمر السومة إحدار ركلة الجزاء، ومن ثم التعادل اللي كان وخطف نقطة التعادل بآخر دقائق. هذا السيناريو الأصعب بعالم كرة القدم، بس لكن هذا الشيء أكيد طبيعي وطبيعي جدا بصير مع أي لاعب، مع أي مهاجم، مع أي حد. يعني شاهدنا بالتصريحات مع أحد الضيوف ببرنامج أكشن مع وليد كيف هو عم يهاجم عمر السومة، ليش هو نفذ ركلة الجزاء وحاول يسدد هاي الركلة. لكن سبحان الله أكيد النصيب هون موجود إنه عمر السومة يهدر ركلة الجزاء، وبتصير مع أي لاعب، مع أي مهاجم بالعالم، أو إنه كانت الأنظار إنه يسجل أول هدف بأول بداية، وخصيصا إنه لاعب مثل عمر السومة هداف دائما بأول الجولات، دائما هو بيسجل أهداف. كان عنده الهاتريك ببداياته مع نادي الأهلي، ودائما متعود يسجل بأول الجولات بالدوري السعودي للمحترفين. هاي النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة بالنسبة لموضوع اللاعب، إنه هو مضغوط نفسيا بأرضية الملعب أو ما عنده شخصية القائد، عم يحاول دائما هو يبتعد بصدارة الهدافين للدوري، فعم يحاول إنه يسجل أهداف أكثر حتى يبتعد عن عبد الرزاق حمد الله. بتمنى كل التوفيق لعمر السومة ولأي لاعب عربي، بتمنى التوفيق لهذا الدوري الجميل والرائع اللي عم يكون نقلة نوعية بعالم كرة القدم العربية والآسيوية للأمانة لأكثر من موسم، حتى من قبل موضوع جلب رونالدو والمحترفين الأوروبيين. الدوري السعودي دوري ممتع للأمانة ودوري مختلف عن باقي الدوريات العربية. والجدير بالذكر انه عبد الرزاق حمد الله مع فريق نادي الشباب تعرض لخسارة قاسية وقاسية جدا امام نادي الخليج ب4 أهداف مقابل هدف. واليوم رح يكون في عنا ختام مباريات الجولة الاولى لدوري روشن للمحترفين. كانت عنا ابرز النتائج ضمك والحزم تعادل ايجابي، الاتفاق والخلود 2-1 للاتفاق. الاهلي استطاع الفوز على نادي النيوم الصاعد حديثا بهدف دون رد. الهلال والرياض هدفين، شباب مثل ما ذكرنا 4-1. والفوز الكاسح والخارق لنادي النصر على التعاون بخماسية دون رد. موسم ممتع للأمانة حيكون في عنا نافذة دائما بعد نهاية مباريات والجولات، بغض النظر كان موجود عمر السومة أو لا، لأنه من أقوى الدوريات العربية والسادس عالميا برأي كثير والعديد من الأشخاص. شو رأيكم بهيك تصريحات، وكيف شاهدتوا وتابعتوا مستوى اللاعب عمر السومة؟ بتمنى أقرأ تعليقاتكم. حيكون في عنا فيديو نعرض فيه التعليقات، آراء أصدقاء والتعليقات اللي عم تكون على الفيديوهات على القناة. شكرا لكم.